بيقولوا بالفلسطيني الكح أبو بيضة ما بيفاقس. شو يعني؟ شو دخل قلاية البيض بالموضوع؟ أي موضوع؟ يعني شو دخل البيض؟ شو جابوا على لسانك أصلاً؟ حبيبي هذا مثل. أنا ما شريت كرتونة بيض وبدي أعملكوا عشاء، أنا بقول لك إنه بالفلسطيني الكح بيقولوا أبو بيضة ما بيفاقس أو ما بيقامش أو ما بيطاقش. المفاقسة يعني تكسير البيض، مش بيقولوا فقسنا بيضتين، ضرب البيضة، البيضة الثانية ضرب خفيف فبيفقسها. وبتجري العادة عند إخواننا المسيحية وخميس الأموات أو خميس البيض بتقتضي بامتلاك المشارك أكثر من بيضة عشان يفكسن مع بعض ويحقق لي الهدف، ولا ما بيزبطش أبو بيضة يراهن على المفاقسة. وفي قانون التجنيد وخدمة العلم أيام الدولة العثمانية والسفر برلك عزمان فرمان السلطان محمد الرشاد وقتها انطلبوا كل الشباب للخدمة والحرب، لكن وحيد أبوه وأمه كانوا يعفوه من الخدمة العسكرية، ما عندهم مش غيره. وهذا المثل كانوا يطلقوه على اللي ما عنده الكثير، فقير. فهذا الزلمة ما عنده غير هالابن الوحيد، يعني اللي ما بنقدر نستفيد منه في الحرب، فهمت؟ زي بيضة واحدة لحالها ما بتفقس. وهذا المثل بيقولوه للي بيدخل مراهنة ويا دوب معاه يدفع، يعني المراهنة معاه على خسارة. فهمتني؟ هذا مثل وهيك بنقال. فهمت علي؟ هيك هذا المثل بنقال. أيوة، خليني أنا أروح أشوف شو جاب الإنتاج نتعشى، شو جاب أوس وقعدنا يظبط لنا الوضع. بلكن طلعوا جايبين زلابية ولا جبنة ولا صفيحة. خلينا نروح نشوف. بالفلسطيني الكح بيقولوا طقت خواصره، يعني من كثر الضحك انفلق خواصره، يعني ضحك لشبع. وبيقولوا طق حنك، يعني ثرثرة وخراف على الفاضي، فيش منه فايدة. فشك فاضي تنك، وطلعت روحه مات من التعب. وطرطور معروف مليان منهم بالبيوت. وأرنب سعيد أحسن من أسد تعيس، الحمد لله. ومنقول طبل، يعني غبي أجلكم الله. وكل إشي بالأمل إلا الرزق بالعمل، وما بسوى قشرة بصلي وكشر عن نيابك كل الناس بتهابك. في إحدى ولايات بلاد الشام، والعلم عند الله إنها ولاية القدس الشريف أيام العثمانيين. ما هو فلسطين أجزاء منها كانت تابعة لولاية الشام، وجزء لولاية صيدا في لبنان. ولاية الشام كانت 3 سناجق تابعات إلها في فلسطين. ولاية صيدا سنجق واحد في فلسطين تابع إلها. ولاية الشام مقرها كان دمشق، وكانت القدس أول سنجق، ويافا غزي ثاني سنجق، ونابلس ثالث سنجق تابعات إلها. أما السنجق الرابع فكان سنجق عكا، واللي كان تابع لولاية صيدا. هالتقسيمات الإدارية اللي تشكلت الإمبراطورية العثمانية في الأساس منها هي مقاطعات كان يطلق عليها اسم إيلات حتى عام 1864. وبعد هيك صاروا يسموها ولايات، لأنه بيحكم كل وحدة منها والي. يعني مثلا والي منطقة الشام، ووالي منطقة صيدا، وهيك. وكل ولاية قسمت إلى سناجق زي ما ذكرنا، يحكم أو يحكم كل واحدة منها متصرف. يعني متصرف للقدس، ومتصرف ليافا غزة، ومتصرف لنابلس، ومتصرف لعكا اللي قلنا إنها تابعة لولاية صيدا في لبنان. وتم تقسيم كل سنجق إلى أقضية بحكم أو بحكم عفوا كل قضاء قائد مقام. وبالتالي بصير عندنا قائد مقام حاكم قضاء، والقضاء تابع لمتصرف السجق، والمتصرف تابع لوالي المنطقة. هذا قبل احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام. وبعد هيك صارت تقسيمات خدمت الانتداب البريطاني، واللي بلشوا يقسموا فيها فلسطين، واللي صار ما انتم عارفين. المهم بعد هالمقدمة التاريخية المختصرة نوعا ما بنرجع منقول إنه كان في واحد من ولاة الشام
راح عند واحد صنايعي شاطر ومتخصص في بناء الساقية، والساقية زي ما هو كان معروف بيستخدموها لإخراج المي مثلا من البركة عشان يسقوا المحاصيل أو الدواب، أو من الأرض من النبعة بحطوا لهم مصدر لشرب المي، أو بتخرج المي منها بشكل هيك حلو، بتصب صب في حوض والناس بتشرب. وفي ناس ترى بيعملوا من الساقية سلسبيل عن روح حد بعز عليهم. فطلب الوالي من الصنايعي يبني الساقية. فطلب الصنايعي وكان معلم صنعته، طلب 1000 ليرة ذهب أجرته عشان يبني الساقية، بده 1000 ليرة هيك بده. الوالي شاف المبلغ كبير بيني وبينكم على بناء هالساقية، يعني هالمعلم كان عنده صبي بيشتغل تحت ايديه، جيب هاي بجيبها، ودي هاي بوديها، وكان تلميذ حدق وفتح بتعلم منه، بس لسه عظمه طري. راح الوالي وطلب منه يبني نفس الساقية اللي كان طالبها من المعلم تبعه، وسأله قديش بدك؟ قال له على بنايتها بدي 500 ليرة ذهب، يعني نص المبلغ تبع معلمه. وطبعا الوالي كان محكوم بفترة معينة لازم يكون الشغل خالص ويفتتحوا هالساقية ويخلصوا. وهالصبي بيني وبينكم قد المسؤولية وبلش يشتغل وحط كل جهده وطاقته وخلصها بالوقت المطلوب، عفارم عليه. أجا الوالي يجربها، شغل ما اشتغلتش، دور فيها من هون ما دارتش. الوالي نقز وقلق، فراح هو وهالصبي عند المعلم تبعه تبع الصبي يسألوا ليش ما دارتش. قال لهم المعلم معلوم بدهاش تدور، هاي بدها معلم زيي، بدها شغل بصلحها. فسألوه كم بدك على تصليحها؟ قال 1000 ليرة ذهب. قالوا له ما احنا بنينا الساقية كلها ب500 ليرة ذهب وانت بتطلب لتصليحها 1000 ليرة ذهب؟ قال لهم هاي أجرتي وأقل من هيك يفتح الله عمي، أنا عارف شغلي وبقدر تعبي. ولأنهم كانوا تحت رحمة هالمعلم وضغط الوقت، السلطان كان بده يعزم الخواجات ويفتتح الساقية، فوافق على الحال بسرعة. وأمره لله، صاحب الحاجة أرعن لا، كان مضطر. جاب المعلم شاكوش كبير وشقفة خشب صغيرة، وحط قطعة الخشب تحت حفاف البقرة اللي بتلف حواليها الساقية، وضربها ضربة وحدة فصارت ميزان الساقية وبلشت تدور قوية ومتزنة. ومن هذاك الوقت وهم بيقولوا جملة شهيرة قالها السلطان بهذاك الوقت: ضربت المعلم بألف لو شلفها شلف. ضربة المعلم بألف لو شلفها شلف. ومن يومها صار هالمثل متداول عنا وعند غيرنا ببلاد الشام وبالفلسطيني الكح منقول: تقعدوا بالعافية وتضلوا بخير، بخرفكم المرة الجاي غيرها لأنه طار طيرها ولازم أبيت. بس بيقول المثل وبدي تكملوه تكتبوا لي إياه بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. جهل الكبار كملوا، كلهن كلمتين. جهل الكبار ماله. وسلامتكم.